سلام البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم عالم ميار. كنتمنى تكونوا بصحه جيده. الفيديو ديال اليوم عباره عن كيكه عائليه بمذاق الشوكولا والكراميل بمنظر الرخامه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. فرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. غادي نحتاجو جوج البيضات يكونوا كبار بدرجه حراره الغرفه. الا ما توفروش غادي نستعملوا جوج متوسطين. غادي نضيفوا لهم كاس سنيده او معلقه اولا نص معلقه ديال نكهه الكراميل. بامكانكم تعوضوه بواحد فلون كراميل ولا بخنيشه سكر الفاني على حسب المتوفر. غادي نحاول انني نطربوهم مزيان حتى يضاعف الحجم ديالهم ويبيض لي الخليط كيف ما الصوره. مباشره غادي نبدا نضيف السوائل اللي عندي اللي هما كاس الحليب. فهاد الكيكه المهم فيها ماشي هما المقاييس، ولكن المهم اننا نعبروا جميع المقادير بنفس الكاس. غادي نضيف كاس نتاع الزيت وكنكمل تطراب حتى يتجانس لي الخليط مزيان. مباشره غادي نبدا نضيف النواشف. عندنا 3 المعالق كبار نتاع الكاكاو بودر بالصوص الخاص بالحلويات. بامكانكم تعوضوه بالكاكاو اللي كيكون في لي ساشي. هنا غادي نحتاج 2 خمارات من فئه 8 غرام كيماويه خاصه بالحلويات ما يعادل 16 غرام. وبالنسبه للدقيق غادي نحتاج 2 الكيسان ونص بالضبط اللي زادت لي الكيكه. نتوما على حسب الحجم ديال الكاس اللي عبرتو به وعلى حسب حجم البيض اللي خدمتو به تقدر تهز من 2 الكيسان ونص حتى 3 الكيسان. غادي نستمر بالتخلاط على سرعه عاديه ولا منخفضه. بامكانكم تكملوا هذه العمليه بواسطه الفوي او لا الطراب اليدوي. غنبدا نضيف الدقيق بثلاثه المراحل وعلى دفعات شويه بشويه حتى نحصل على الخليط المعتاد نتاع الكيكه. نعطيها حقها نتاع الطحين باش ما تهبطليش الكيكه في الفران، وفي نفس الوقت ما نكترش باش ما تجينيش مدقصه. في نفس الوقت كنكون شعلت الفران على درجه حراره متوسطه باش يسخن مزيان. وكنضيف اخر دفعه من الدقيق. وهذا هو القوام نتاع الكيكه ديالي. كيف ما شفتوا كيكون ما خفيفش بزاف وما جاريش. كناخذ واحد المول اللي يكون كبير القطر ديالو تقريبا 25 سنتيم، يكون دزاج كندهنو فقط بالزبده. بامكانكم تستعملوا اي مول متوفر عندكم. غادي نفرغ فيه الخليط ونحاول انني نقادو. في نفس الوقت كنكون حليت الفران وخليت داك الهواء والصهد اللي تيكون مجموع فيه يخرج. كنحاول انني نهز الكيكه عاب بعد ما كان في الفرن تقريبا ما كتاخذش بزاف، واحد 20 دقيقه كتكون طابت. وندوزو باش نحضروا الكريمه. بالنسبه للكريمه غادي نحتاج 250 مليلتر نتاع الحليب العادي بدرجه حراره الغرفه ما يعادل ربعه ديال الحليب. غادي نضيف له 2 المعالق ونص عامرين مزيان ديال الكريم باتيسير. بامكانكم تخلطوهم نشا وكريم باتيسير. غادي نضيف معلقه ونص كبار نتاع سكر سنيده. غادي نحرك ونوضعهم على عافيه مع التحرك حتى يقعد. وضروري من التحرك المستمر فوق النار باش ما يلصق لياش الكريم، وضروري العافيه تكون مهيله. هذا هو الكريم بعد ما طاب ونضج. هذا هو القوام ديالو كيكون مازال سخون. غادي نضيف له مربعات نتاع الشوكولاط الاسود. هنا تقريبا عندي 3 المربعات. بامكانكم تستعملوا اي نوع الشوكولاط متوفر عندكم في المنزل. نحاول انني ندمجو مزيان مع هاد الكريم سخون باش يذوب ليه الشوكولاط. كيصبح لي بهذا القوام. وهذه هي الكيكه من بعد ما طابت ونضجات. كتشوفوا كتجي رطبه ومن فوق تبارك الله مفشفشه غير بوحدها. فغادي نحتفظ بها جانبا ونتمو مراحل الكريمه. هنا غادي نحتاج واحد العلبه من دانون بنكهه الشوكولاط. بامكانكم تستعملوا اي نوع متوفر عندكم. انا هنا تستعمل الدانيت. وغادا نحرك مزيان حتى يندمجوا. نحاول نخلي الكريمه حتى تبرد شويه عاد نضيف لها دانيت. ما نضيفوش وهي سخونه. مباشره غادي نضيف لها كميه من الكريمه السائله. هذه المرحله اختياريه، لا عندك الكريمه ديريها، ما عندكش يمكن لك تجاوزيها. هنا تقريبا عندي 60 مليلتر نتاع الكريمه الخاصه بالحلويات. بامكانك تعوضيها بالكريم شونتي مع الحليب تطلعيهم وتضيفيهم، يعني على حسب المتوفر. غادي نحاول انني نخلط. ضروري ما تكون الكريمه الاولى يعني الخليط نتاع الكريم باتيسير والحليب ودانيت باردين عاد نضيف لهم الكريمه المخفوقه.
وغادا نصبها كطبقه اولى فوق الكيكه وندخلها للثلاجه نخليها تبرد. ما صورت لكمش هذه المرحله باش ما يجيش الفيديو طويل. غادي ندوزو مباشره باش نحضروا الطبقه الثالثه اللي غادي نحتاجو فيها 100 ملل من الكريمه السائله اللي طربنا مزيان. بامكانكم تعوضوها بكريم شونتي. غادي نضيفوا لها 60 غرام تاع الشوكولاط الابيض، هنا استعملت النوع غالا، وجوج حكاك من الكريم كراميل او من دانون بنكهه الكراميل. هنا غادي نخلي واحد المعلقه للتزيين. كنحركو مزيان بالطريقه المعتاده من الاسفل للاعلى باش ما تهبطناش الكريمه، ونحاولوا اننا ندمجوها في نفس الوقت مع باقي المقادير. فضروري تكون الطبقه الاولى بردات شويه شدت راسها باش نضيفوا الطبقه الثانيه باش ما يتخلطوناش بجوج وتجي الخدمه ديالنا نقيه. هنا بعد ما بردات الكيكه اولا الطورطه ديالنا كنضيفوا الطبقه الثانيه ونحاول انني نمشيها غير شويه بشويه، نحاول نعطيها شويه الوقت شويه الخاطر حتى تقاد. نحاول انني نلبسها الوجه كامل اولا نطليها في الوجه كامل. نحاول انني نوزعها. غادي نستعمل ملعقه افضل، تعطينا خدمه نقيه افضل وكتساعدنا اننا نتحكموا في القوام د الكريمه. غنصبر بنفس الطريقه حتى نقادها ونولي نرجعها للثلاجه حتى تشد راسها. هنا غادي ندوزو باش نحضروا اخر طبقه ولا اخر مرحله من هذه الكيكه العائليه. غادي نحتاجو هنايا كميه من الشوكولاط الابيض، استعملت 4 المربعات من الشوكولاط الابيض وزدت عليهم الكميه من الكراميل. ضروري ما نكون ذوبته ويكون سخون باش يندمج لي مع دانون بنكهه الكراميل. فغادي نحاول انني نخلطهم. نوضعوه جانبا وندوزو باش نحضروا الكلاصاج بمذاق الشوكولاط. غادي نحتاجو 4 ديال المربعات من الشوكولاته، انا هنا استعملت الشوكولاط غالا. غادي نضيفوا له 2 معالق صغار من دانيت بنكهه الشوكولاط ولا اي دانون عندكم بنكهه الشوكولاط. غادي نحركو مزيان مباشره. غادي نخليهم يبردوا واحد شويه باش ما يعذبوناش في الخدمه، وغادي نديروهم في واحد البوشا دوي ولا ميكا بلاستيكا هكا دوك الصغار اللي تيكونوا ديال البيض. وغادي نحاولوا اننا نتقبلها الراس ونحاول اننا نديرو خطوط بهذا الشكل. بامكانكم ديروهم بشكل افقي على حسب الاختيار. كنستمر بنفس الطريقه. غادي ندير خطوط بالكلاصاج الاسود وخطوط بالكلاصاج الكراميل حتى ننهي الكميه اللي عندي ديال الكلاصاج. فهذا كنوع من التغيير باش نغيروا من الشكيلات اللي كنديروا ديال هذا النوع من الكيكات ولا الطورطات. كنقوم بوضع خطوط بكلاصاج الكراميل. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي كميه الكلاصاج اللي عندي. مباشره غادي ناخذ واحد السكين. من الافضل انكم تستعملوا الاعواد الخاصه بالشواء ولا الاعواد الخاصه بالمطبخ. انا ما توفرليش، فهو كيعطي شكل ومنظر انظف وزوين لهذا الشكل ديال الرخامه ولا شكل الملفاي اللي سبقت وحضرت معكم وحده بنكهه البرتقال. راه كاين الفيديو ديالها في القناه. غادي ندير خطوط عكسيه للخطوط اللي درت في الاول. مباشره غادي ندخلها الثلاجه حتى تبرد مزيان ويتماسكوا الكريمات مع بعضياتهم، ونتلاقى معكم باش نشوفوا الشكل النهائي نتاع الكيكه. وهذا هو الشكل النهائي نتاع الطورطه العائليه او الكيكه بحجم عائلي. من بعد ما بردات حاولت انني نزين الجوانب ديالها بالشوكولاط ابيض محكوك. فيمكنكم تزينوها باي حاجه متوفره عندكم في المنزل، كما بامكانكم تحتفظوا بها هكاك
وهذا هو القوام ديالها كما كتشوفوا، كتجي رطبه وهشيشه ومعلكه. وما نقولكمش البنات الكريمه اكثر من رائعه، من بين احسن والذ الكريمات اللي جربت. كنتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساو ديروا جيم وبارطاج وتابوناو في لاشين الا كنتو اول مره تزوروها. استودعكم الله.